تفتكر بعد 5 سنين هتعرف تعمل ايه هنا في ايطاليا؟ عملت شهاده الجيش. غير شهاده الجيش في ناس تحت، في فلوس كتير لازم تتسد. الواحد برضه لسه جاي في الاول، لسه ما وقفش على رجليه. وهنا برضه اول ما الواحد جه هنا برضه ربنا كشف له حياه ناس كتير يا صاحبي. كانت الدنيا برضه صعبه، بس الحمد لله يعني ربك هو اللي بيكشف لك حياه الناس. ان هي اوروبا صعبه، فالناس بتستغل ده، والناس اللي قدام هنا هم برضه اللي بوظوها على اللي لسه جايين. كسروا سكنات وبوظوا الدنيا وخلوا سمعه العرب هنا مش كويسه، بوظوها على الشباب اللي هنا من الاخر. وفي ناس كتير اتظلموا. يعني احنا كشباب هنا جينا ما لقيناش الدنيا برضه زي ما احنا كنا فاكرين. على فكره ما انت ممكن برضه يجي لك نفس الفرصه بتاعتهم وتعمل لا نفس يا صاحبي، الحكايه. لا احنا بنبص لربنا قبل اي حاجه، قبل اي حاجه بنعملها بنبص لربنا، وبنفرق بين الحلال والحرام عشان احنا اتربينا على كده وطالعين من بيوت شبعان. انت ما تعملش كده مهما يحصل. لا طبعا. عقدك لو خلص هتطلع. لا لو قانوني هطلع. ما هو اكيد قانوني، انت قاعد في شقه عقدك اللي انت قاعد فيه خلاص خلص. مش هقعد حرام ما مني. انت ما عندك، مش هتلاقي شقه تانية. مش هقعد حرام. هتروح تقعد في اي مكان تاني اقعد وهتسيب